السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم تكونوا كامل ملاح يا ربي وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم اللي راح يكون فيديو مغاير. على بالي طولت عليكم الغيبة. اليوم جيتكم منتوج خاص للبشرة. كل مرة نحب نبدل لكم حاجة هكا به نفيدكم بحاجة مليحة. وكما تعرفوا رانا مع السخانة مع الشمس اللي قلنا اكرون توتال للوجه هكا باه نحمو البشرة نتاعنا من التلف. واليوم حبيت نشارككم لا كريم سولير من لا مارك دي بي وايت اسيام. راح نقول لكم شراي فيها وش الفايدة تاعها وحتى السعر نتاعها. وبما انه البشرة تاعي مختلطة وحساسة راح تكون احسن كريم للبشرة تاعي طبعا من دي بي وايت اسيام. هذه يا البنات صون الكول معناتها بزاف مليحة للبشرة الحساسة وما فيهاش حتى لي بارفان. وزيد فيها SPF 50 بليس يعني توب دو توب تاع الحماية يا البنات. فيها الام والاس دي بي وايت تاعي انا يا الام والاس ما شريتهاش بصراحه. نقول لكم الفرق اللي بيناتهم على انا استعملت الام وعلى ما استعملتش الاس. راح نقول لكم باللي البشره تاعها مضره وفيها حروق الشمس وفيها الكرف اكيد راح ادير كيما تاعي انا الام باه تكون الحمايه وعلاج في نفس الوقت. اما الاس فهي تحميك غير من الكلف والحروق الشمس. بمعنى اذا وجهك مليح ومشي متضرر ديري الاس، يعني ما عندكش دي بروبليم في الوجه ديري الاس باه تحميه باه ما يجيوكش الكلف ما يجيوكش هذوك الحروق اللي من بعد يديروا تشوهات للبشره يديروا لك الحبوب يديروا لك ما من مش ومن بعد يولي لكم كلف. وكما تشوفوا في لابواط فيها اليو في بي واليو في ا وبزاف فيكم اللي ما يعرفوش الفرق ما بين يو في بي ويو في ا. اليو في ا يا البنات هي المسؤوله على تلوين البشره. بعد ما تتلون البشره ديكا وتكثر فيها ماده الميلامين تعود دير لنا هذاك الكلف ودير لنا مام الشيخوخه. واليو في بي هي الاشعه الفوق البنفسجيه اللي تكون فيها الحراره بزاف قويه ومن بعد تولي هي المسؤوله على تلوين البشره نتاعنا. دركا نجيو نشوفوا القوام نتاعها حبيباتي. جاي القوام تاعها خفيف خلاها على البشره وما تخليش الطبقه هذيك الزيتيه وراح ديري كميه قليله برك راح دير لك كامل الوجه تاعك يعني تكفيك مده كافيه. يعني ديري كل ساعتين خطره كل ساعتين خطره راح تكفيك حتى 6 شهور يعني. واللي عجبتني فيها ان مليحه جميع انواع البشره وكما قلت لكم خاصه الحساسه والمختلطه. ما تخليش هذوك الزيوت اللي فوق البشره تاعك يعني فوق لابو ما تخليلكش هذيك الزيوت. كاين بزاف اللي راهم يقولوا باللي شفت في لي فيديو باللي راهي تخلي لهم طبقه زيتيه. درك نقول لكم علاه تخلي لكم طبقه زيتيه. انتم كي ديروا هذيك لا كريم هذيك على وجوهكم تروحوا ديريكت تخرجوا لبرا اكيد راح كي تقيسها السمش تمتم اكيد راح تدير لكم هذيك الطبقه الزيتيه ويبان وجوهكم يبري. بصح من الاحسن انكم نتوما ديروها او 10 دقائق حتى ربع ساعة ومن بعد تخرجوا لأشعة الشمس برا باه البشرة هذيك تاعكم تشربها بالكامل ودير لكم تغطية كاملة. ومن بعد كي تخرجوا ما حدير لكم حتى زيوت. يعني انا صراحه ما دارت لي حتى لمعه ولا زيوت على البشره تاعي. المنتوج هذا هو ماركه فرنسيه معبئ هنايا في الجزائر. انا بكل مصداقيه عجبني بزاف. وهذه العبوه راهي الثانيه اللي راني نستعمل فيها في الصيف هذا تالمون راني نستعمل فيها بزاف خلاص كل ساعتين نستعملها. ممكن تكونوا في الدار يا البنات ديروها غير ما تلعبوش بلا كريم يا البنات تاع الشمس غير ما تلعبوش بها. كما تشوفوا راهي تهز 40 مليلتر يعني حاجه مليحه. اتليزيوها كل زوج سوايع كما وصيتكم. وهذا ما كان حبيباتي. دركا نجيو للسعر تاعها. انا شريتها الخطره دي 160,000 وقبل كنت نشري فيها 180,000 يعني كل فارماسي كيفاه راهي تبيعها. بس انا نفس الفارماسي بعد شريتها قبل 180 ومن بعد شريتها 160. بهذا حبيباتي نكون وصلنا لنهايه الفيديو تاعنا اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم النوع من الفيديوهات هذه. راح نقول لكم كل شيء بشفافيه ومصداقيه. واللي استعملتها تخلي لي في الكومنتير تقول لي اسكو زيدت لها البشره تاعها ولا لا. واللي فادتها تخلينا كومنتير هكا كامل باش نستفادوا مع بعض. واستنوني فيديو جديده. تهلاو لي في رواحكم في امان الله وحفظه. سلام.